هنعمل مع بعض دلوقتي شوربة السي فود. موجود هنا بصلة مفرومة وفصين توم، وموجود فيه كرفس، حبة كرفس كده، وكمان هنشوحهم كلهم في حتة زبدة، وهننزل بعد كده بمكونات السي فود. خليكم معانا. دلوقتي نزلنا بمكونات السي فود بعد ما شمينا ريحة الثوم. نزلنا كده مع بعض بمكونات السي فود وبنقلبهم كده ونشوحهم مع بعض، ورمينا عليهم اهو حبة كرفس. اختي اللي رمت يا جماعة الكرفس، عمالة ترمي الكرفس. كرفس في شوربة السي فود بيبقى حاجة حكاية. هنفضل نقلب فيها كده في التشويح مع الثوم والكرفس والبصل والزبدة، تمام كده، ونفضل نشوح فيها لحد ما تنزل ميتها وتصفر سنة، وبعدين هننزل بالباقي المكونات. نزلنا بكوبايتين ميه، هتغلي بقى مع بعضها الشوربه كده كلها، وبعدين هنكمل باقي مكونات شوربه السي فود. دلوقتي الشوربه غليت تمام، وهنضيف عليهم كوبايتين لبن مدوبين فيها معلقه دقيق، مدوبينها كويس جدا. ودلوقتي هنحط التوابل: ملح وفلفل اسود وكمون وجوز الطيب. ننزلهم بقى ايوه كده ونقلبهم بايه كلهم مع بعض. احنا هنسيبها تغلي بقى مع بعض كده المكونات اللي احنا ضفناها مع بعض دول، وبعد كده اخر حاجه خالص هنضيف كريمه الطهي. طبعا كل واحده وعينيها كده، مقدار عينيها. ممكن انت لو حسيتي ان المكونات بتاعه السي فود اكتر شويه من الشوربه الميه اللي موجوده، ممكن تزودي نص كوبايه لبن على نص كوبايه ميه على حسب. المهم يبقى فيه توازن كده في الحله، وانت شايفه ان الشوربه بتاعتك مظبوطه تمام التمام. اخر خطوه بقى ممكن تعمليها بعد ما تشوفيها بتغلي كده، بتحطي كريمه الطهي على حسب الرغبه. ممكن تحطي كريمه طهي او ممكن توفريها على نفسك، يعني انت حاطه لبن كتير وتمام والدنيا بتبقى حلوه. يعني هي نفس الطعم ونفس الموضوع. تسيبيها بقى تغلي كده شويه، وبعدين تقفلي عليها وبالهنا والشفا. دي الشوربه بعد ما خلصت، وادينا قدمناها اهو بألف هنا وشفا.